ومين غيره ينفع يكون بطل السوبر؟ مين غيره افضل نادي في مصر؟ مين غيره افضل نادي في الوطن العربي؟ مين غيره اللي مشرف مصر في المحافل العالمية وفي كاس العالم للأندية؟ مين غيره صاحب الشعبية الأكبر في الوطن العربي؟ فخر مصر، فخر الأمة، كبير القوم، النادي الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال 14 في تاريخه بعد الفوز على فريق مودرن فيوتشر في مباراة مثيرة، مباراة مجنونة بنتيجة 4-2. ويمكن المباراة يا جماعة لو كانت مشيت في السيناريو الطبيعي إن النادي الأهلي متقدم بنتيجة 2-0 وفي طريقه ان هو يحرز الهدف الثالث او على الاقل ينهي المباراه بنتيجه ال 2-0، كان هتبقى بطوله عاديه زي مئات البطولات اللي دخلت النادي الاهلي. ولكن اللي خلى الفرحه استثنائيه والفرحه بالكاس فرحه عارمه من اللاعبين والجهاز الفني ومن الجماهير اللي كانت موجوده بكثافه في استاد محمد بن زايد في الامارات، اللي خلى الفرحه عارمه هو السيناريو الهيتشكوكي اللي حصل في المباراه. سيناريو درامي، سيناريو مثير جدا، خلى كل الجماهير قاعده على اعصابها طول احداث المباراه وطول احداث الشوط الاضافي الاول والثاني، لغايه ما النادي الاهلي في اخر 5 دقائق من الشوط الاضافي الثاني بيقدر ان هو يحرز هدفين قاتلين، هدفين يضمنوا له البطوله ويضمنوا له اللقب بعد ما كان مسيطر على احداث المباراه لمده 75 دقيقه. وبسبب اخطاء فرديه من اللاعبين وبعض الاستهتار والرعونه بينجح مودرن فيوتشر ان هو يرجع في النتيجه بهدفين في 4 دقائق بس، كانوا ممكن يقلب النتيجه. واعتقد لو كان مودرن فيوتشر قدر ان هو يوصل لضربات الجزاء كان ممكن وارد جدا النادي الاهلي يخسر البطوله دي نتيجه الاستهتار والرعونه من اللاعبين في احداث الشوط الثاني بالتحديد وفي بدايه الشوط الثاني بالتحديد ان هم ينهوا المباراه ويحرزوا الهدف الثالث. لان جنش زي ما احنا كلنا عارفين مميز جدا في ضربات الجزاء، فكان ممكن النادي الاهلي يخسر البطوله كلها نتيجه ان انت ما حسمتش بالهدف الثالث. والحمد لله النادي الاهلي بيقدر يخلص المباراه قبل ما توصل لضربات الجزاء في سيناريو هيتشكوكي، سيناريو خلى كل الجماهير على اعصابها. مبروك للنادي الاهلي، مبروك لاعبين، مبروك لكل جمهور النادي الاهلي، مبروك لمجلس الاداره، مبروك لمارسيل كولر اللي بيعاد ليه جزء من حقه اللي كان مهدور الفتره اللي فاتت بعد الهجوم الشديد اللي تعرض له نتيجه تذبذب مستوى الفريق قبل كاس العالم للانديه. مارسيل كولر بيثبت يا جماعه انه مشروع النادي الاهلي القادم، مارسيل كولر هو الاساس وابني عليه. ما ينفعش مشروع للنادي الاهلي حاليا يتم غير بوجود المدير الفني الكفء المميز جدا مارسيل كولر. مارسيل كولر تحطه كده وتبني عليه بقيه الفرقه، وفي انتظار طبعا التدعيمات من مجلس اداره النادي الاهلي في يناير، وان شاء الله القادم افضل للنادي الاهلي. تعال نتكلم بقى على بدايه المباراه. مارسيل كولر طبعا عارف ومخطط ومجهز ان هو ما كسبش مودرن فيوتشر من ساعه ما رجليه نزلت مصر. يمكن الفريق الوحيد اللي ما قدرش مارسيل كولر ان هو يكسبه هو فريق فيوتشر، فكان محضر لعيبته كويس جدا. اغلب اللعيبه كانت مركزه 100% في المباراه ان هم عايزين يفكوا العقده دي وان هم يكسبوا فريق مودرن فيوتشر، الفريق العنيد جدا اللي بيعاند جدا مع النادي الاهلي، وجنش اللي بيتالق جدا في مباريات النادي الاهلي. وفعلا ابتدى النادي الاهلي المباراه بضغط عالي على فرقه فيوتشر، ضغط منظم جدا كان حارم فرقه فيوتشر ان هم يطلعوا بهجمات على النادي الاهلي، غير يمكن في اول 8 دقائق كوره واحده بس طلعت لعبد الكبير الوادي كان ممكن يحرزوا منها الهدف الاول وضاعت. بعدها النادي الاهلي مسيطر تماما على احداث المباراه. النادي الاهلي كان بيعتمد في هجومه يا جماعه على الناحيه اليمين، الناحيه اللي فيها بيرسي تاو ومحمد هاني، وكان بيميل معاهم امام عاشور. الناحيه دي يا جماعه قدرنا من خلالها نجيب الكورنر اللي جبنا منه الهدف الاولاني. الناحيه دي يا جماعه قدرنا من خلالها كمان نحرز الهدف الثاني لحسين الشحات، ونحرز الهدف الثالث الهدف الرابع اللي جه عن طريق كريم فؤاد ومن كره ركنيه. ومن النادر جدا ان النادي الاهلي يحرز اهداف من ضربه ركنيه في الفتره الاخيره. بيرفع علي معلول كره مثاليه، جنش بيطلع غلط وبيلعبها كهربا براسه علشان يحرز الهدف الاول للنادي الاهلي، وبيحكم النادي الاهلي سيطرته على المباراه تماما، وبيحجم فريق مودرن فيوتشر وبيكمل لضغطه طول احداث الشوط الاولاني، وبيقدر بعديها بالفعل يتقدم في النتيجه ويضاعف النتيجه عن طريق كوره ممتازه جدا من اختراق ولا اروع من قلب الملعب بعد 1 2 ما بين احمد نبيل كوكا وحسين الشحات. بيقدر حسين الشحات يخترق ويلعبها الكهرباء. حصل هنا تبادل مراكز ممتاز جدا، كهرباء راح ناحيه الجناح اليمين ودخل حسين الشحات في قلب الملعب وبقى هو المهاجم للنادي الاهلي. بيلعبها ناحيه اليمين لكهرباء وبيخش حسين الشحات لقلب الملعب، بياخد التمريره من كهرباء علشان ينفرد بجنش، وبرده جنش اتاخر جدا في الطلوع علشان يلعبها حسين الشحات من فوقيه ويحرز الهدف الثاني المميز جدا اللي كان تقريبا ومن وجهه نظر اغلب الجمهور الاهلي
الاهلاوي الهدف ده بينهي المباراه تماما وبيضمن السوبر للنادي الاهلي. وبتنتهي احداث الشوط الاولاني بتقدم النادي الاهلي بنتيجه 2-0. وزي ما قلت الجمهور كله كان مطمن للنتيجه، الجمهور كله كان مستني ال 45 دقيقه الثانيه علشان تعدي وعلشان يحتفل بالسوبر مع اللاعبين ومع الجهاز الفني. وفعلا النادي الاهلي بينزل في قمه تركيزه في الشوط الثاني، بينزل مسيطر برضه على الكوره، بينزل بيضيع اكتر من كوره خطيره. وانا هنا استغربت حاله من الاستهتار والدلع غريبه جدا من اللاعبين. اللعيبه كانت بتلعب الكوره تحس ان كل لاعب عايز يخش بالكوره جوه الجون، عمالين يلعبوا الكوره وعمالين يتعازموا على بعض مين اللي هيجيب الجون الثالث للنادي الاهلي. بيرسي تاو النهارده يا جماعه كان في اسوأ حالاته، وانا هنا عازل بيرسي تاو، لان طبيعي جدا ان انت مستواك ينزل، خصوصا ان بيرسي تاو يا جماعه ابتدى الخمس مباريات، الثلاث مباريات بتوع كاس العالم للانديه والمباراتين بتوع كاس السوبر كان بيرسي تاو عنصر اساسي، فكان في اسوأ حالاته النهارده، ضيع اكتر من كوره، كان بيعمل ميس باص كتير جدا في الناحيه اليمين. وتسابقوا لاعبي النادي الاهلي على اهدار الفرص السهله وعلى الاستهتار، وان هم كانوا بيلعبوا بتعالي على الكوره شويه، وان هم خلاص ضمنوا النتيجه وان مساله وقت بس والنادي الاهلي هيتوج بالسوبر، علشان يفاجئ النادي الاهلي بغلطه كبيره جدا من مصطفى شوبير. كوره بينه وبين محمد عبد المنعم، محمد عبد المنعم لعبها لمصطفى شوبير، مصطفى شوبير كان لسه بيبص علشان يشوف هيلعبها الكره الطوليه هيلعبها لمين. بينجح عمر السعيد انه يضغط على مصطفى شوبير، بتخبط فيه الكوره وبتخش هدف اولاني لفرقه فيوتشر. من هنا يا جماعه نقطه تحول كبيره جدا حصلت في المباراه لصالح فريق فيوتشر، هزت ثقه شويه لمصطفى شوبير. كان عجبني كمان احمد نبيل كوكا لما رجع لمصطفى شوبير بعد الهدف وقعد يشجعه. خلي بالك يا جماعه احمد نبيل كوكا ده من اصغر اللاعبين في الملعب، يعني ما شفتش حد من كباتن الفرقه راح لمصطفى شوبير وقال له عادي ولا يهمك، ما تخليش ثقتك تتهز في نفسك. لا، احمد نبيل كوكا هو اللي عمل الكلام ده مع مصطفى شوبير وشجعه وقال له عادي بتحصل كلنا بنغلط. وفعلا مصطفى شوبير بيبتدي تاني وبيكمل وانقذ كوره في الشوط الاضافي الاولاني كانت خطر جدا لمودرن فيوتشر، نتيجه ان هو ابتدى يستعيد جزء من ثقته بعد الغلطه الكبيره اللي عملها. ولكن بعد الغلطه دي يا جماعه بحوالي دقيقتين او 3 بينجح فريق في مودرن فيوتشر ان هو يحرز هدف التعادل عن طريق تسديده من محمد محمود لاعب النادي الاهلي السابق. وانا الصراحه يا محمد يا محمود لا يمكن هزعل منك، انت لعيب محترم، لعيب خلوق، قضيت في النادي الاهلي اجمل سنين عمرك. صحيح انت ما كنتش موفق مع النادي الاهلي بسبب اصاباتك الكتير مع الفريق، ولكن انا عمري ما هزعل منك، وانا ما اتضايقتش خالص ان انت احرزت فينا هدف التعادل. طبعا اتضايقت ان النادي الاهلي احرز فيه هدف التعادل، ولكن ان انت تحرز هدف التعادل فوق راسي يا محمد يا محمود وراح للجمهور واعتذر لجمهور النادي الاهلي على الهدف اللي احرزه في مرمى مصطفى شوبير. تسديده كان فيها توفيق كبير جدا، خبطت في احمد نبيل كوكا وراحت في اقصى الزاويه اليسرى على شمال مصطفى شوبير علشان مودرن فيوتشر يقلب النتيجه في 4 دقائق بالظبط وتبقى النتيجه 2-2، والنادي الاهلي يلاقي نفسه نتيجه الاستهتار ونتيجه الرعونه اللي شفناها كلنا من اللاعبين يلاقي نفسه ان هو متاخر في النتيجه ولازم يبتدي يضغط تاني ولازم يبتدي يحاول تاني، وخلاص ما فاضلش غير 10 دقايق على نهايه المباراه ولازم يبتدي المباراه من الصفر ويحاول ان هو يضغط ويحرز الهدف الثالث علشان يضمن الفوز. وده كان نتيجه طبيعيه جدا لحاله الاستهتار والدلع اللي حصلت من اللاعبين. وانا هنا سمعت بعض الاقاويل اللي بتلوم على مارسيل كولر في التغييرات بتاعته، ان التغييرات بتاعته هي السبب في التعادل. وانا بقول لكم يا جماعه مارسيل كولر مش مسؤول عن التعادل من قريب او من بعيد، مارسيل كولر ادار مباراه ممتازه. مارسيل كولر لما غير الثلاث لاعبين اللي نزلهم غيرهم في الدقيقه 75 والنتيجه كانت لسه 2-0 للنادي الاهلي. مارسيل كولر مش هيعرف ان مصطفى شوبير هيغلط الغلطه دي يتسبب في الهدف الاولاني، مش هيعرف ان الفرقه هتقع بالطريقه دي وفي خلال 4 دقائق تستقبل هدفين بطريقه غريبه جدا. مارسيل كولر مش مسؤول اطلاقا عن اللي حصل من دلع واستهتار من اللاعبين. مارسيل كولر وصل للاعبين لغايه الجون، كون اللعيبه ما قدرتش تحسم المباراه بالهدف الثالث خصوصا مع الفرص الكتير جدا اللي ضاعت في الشوط الثاني، دي مسؤوليه اللاعبين. شفنا التغيير الاولاني طاهر نزل مكان حسين وده بسبب اصابه حسين الشحات، حسين الشحات جاله شد، تغيير طبيعي، وطاهر لما نزل لعب في الناحيه الشمال جناح شمال مكان حسين الشحات. شفنا كمان السوليه مكان امام، برضو امام جاله شد فكان لازم ينزل عمرو السوليه علشان ينشط
الناحيه الهجوميه للنادي الاهلي. شفنا كمان مودست مكان كهربا، برضو تغيير طبيعي ومنطقي جدا، لان كهربا ما كانش هيقدر يكمل معاك ال 90 دقيقه مع ضغط المباريات المتتالي اللي بيعاني منه النادي الاهلي. شفنا كمان كريم فؤاد مكان تاو، ولسه كنا بنقول ان تاو ما كانش في مستواه وما كانش في افضل حياته، فكان طبيعي جدا ان احنا نشوف كريم فؤاد بينزل مكان بيرسي تاو. ولكن حظ النادي الاهلي ان بعد اللعيبه دي ما نزلت، النادي الاهلي استقبل هدفين بطريقه غريبه جدا، فبقى مطلوب من اللعيبه اللي نزلت اللي هي اساسا مش اساسيه ولاعيبه احتياطيه في النادي الاهلي ان هي تعيد التقدم تاني للنادي الاهلي وتجيب الفوز للنادي الاهلي. فكان صعب عليهم جدا، خصوصا ان انت طلعت اغلب الهيكل الهجومي الاساسي بالنسبه لك. ويمكن بعد التعادل كمان نزل قفشه مكان كوكا، وده تغيير طبعا طبيعي جدا ان انت تسحب واحد من نص الملعب وتنزل محمد مجدي قفشه علشان تزود القدرات الهجوميه علشان تحاول تحسم المباراه. ولكن روح اللاعبين وروح النادي الاهلي واصرار النادي الاهلي على الفوز بالمباراه، وان احنا مش هنخسر المباراه دي باي حال من الاحوال، روح الفانيلا الحمراء دبت في كل اللاعبين في النادي الاهلي. بقيت تشوف ضغط قوي جدا من النادي الاهلي في بقيه احداث الشوط الثاني والشوط الاضافي الاول والشوط الاضافي الثاني، ضغط قوي جدا ما ادتش اي فرصه لفريق مودرن فيوتشر ان هو يشكل خطوره على مرمى غير من كورتين بس. كوره ممتازه جدا تصدى ليها مصطفى شوبير في الشوط الاضافي الاولاني، والكوره الثانيه اللي قلشها اللاعب الاجنبي اللي بيلعب في فريق مودرن فيوتشر اللي اتردت بالهدف الثالث لانطوني مودست وهدف العوده لانطوني مودست. وهنا بقى لازم نتكلم على انطوني مودست. انطوني مودست يا جماعه هو جاي النادي الاهلي علشان الكرات دي، ده اللي احنا قلناه من اول النادي الاهلي ما تعاقد مع انطوني مودست. انطوني مودست مش اللعيب السرعات، مش هتاخد منه سرعات علشان سنه حاليا بقى 35 سنه، صعب تاخد منه سبرنت وان هو يفتح لك. انطوني مودست لاعب محطه، يعني انت تلعب له مثلا الكره الطوليه يستلمها لك ويحضرها لك زي ما عمل الكوره في ماتش سيراميكا كليوباترا اللي امام عاشور راح جاب جون، او تلعب له كرات عرضيه علشان يلعب بالهيد. ده انطوني مودست، وده اللي انت ممكن تستفيد منه في انطوني مودست. هتخرج انطوني مودست عن اللعب بالطريقه دي مش هتشوف حاجه من انطوني مودست. وهو ما قد كان عرضيه ممتازه جدا من علي معلول، لمح انطوني مودست رفع له عرضيه اكتر من ممتازه. انطوني مودست لقى نفسه لوحده وهو جنش لعب الكوره بامتياز على شمال جنش علشان يحرز الهدف الثالث للنادي الاهلي، هدف مميز جدا، هدف يعيد الحياه لانطوني مودست في النادي الاهلي اللي كان قاب قوسين او ادنى من الخروج من النادي الاهلي في شهر يناير. ولكن اعتقد بعد الهدف ده ممكن انطوني مودست يا جماعه يقعد معانا سنتين كمان بسبب الهدف اللي احرزه في مودرن فيوتشر، ولكنه كان هدف مميز جدا، هدف قاتل جدا. وقلنا من البدايه ان انت كفرقه النادي الاهلي لازم تستغل ميزه انطوني مودست في الكرات الرأسيه، لازم ترفع له كرات عرضيه كتير. كمان في تغييره حصلت عملها مارسيل كولر، والتغييره ديت منطقيه بس هي ما فادتش النادي الاهلي، بس هي منطقيه، ان هو طلع محمد هاني في الشوط الاضافي ونزل اكرم توفيق. انا ما كنتش حابب ان محمد هاني يطلع، ليه؟ لان انت في ظل ضغطك العالي ان انت عايز تحرز الهدف الثالث محتاج الباكات بتاعتك ترفع عرضيات كتير، خصوصا مع نزول انطوني مودست زي ما قلنا اللي مميز في الضربات الرأسيه. فكان محمد هاني اميز بكتير جدا من اكرم توفيق في العرضيات، لان كلنا عارفين ان اكرم توفيق في العرضيات ما بيعرفش يرفع عرضيات. اكرم توفيق باك دفاعي مش باك هجومي خالص. ولكن انا زي ما قلت لك انا عاذر مارسيل كولر، لان اللعيبه دي يا جماعه استهلكت بدنيا، زي ما قال مارسيل كولر في المؤتمر الصحفي ان اللعيبه بتاعته عامله زي الليمونه اللي اتعصرت على اخرها، فاللعيبه خلاص مش قادره تقف على رجليها. فكان خروج محمد هاني طبيعي جدا، حتى لو نزول اكرم توفيق ما كانش هيفيدك في الناحيه الهجوميه بخصوص الكرات العرضيه لانطوني مودست. علي معلول يا جماعه بيحفر اسمه بحروف من ذهب في تاريخ النادي الاهلي. علي معلول لما بيلاقي النادي الاهلي متأزم الموقف عليه، لما بيلاقي المباراه صعبه على النادي الاهلي، بتشوف اداء مميز جدا من علي معلول، بتشوف كوره حلوه جدا من علي معلول، وبرغم تقدمه في السن بتحس ان هو لاعب عنده 20 سنه. علي معلول النهارده عامل اسيست الهدف الاولاني وعامل اسيست الهدف الثالث. علي معلول النهارده يا جماعه ارقامه بتعدي اساطير في النادي الاهلي بخصوص صناعه الاهداف، مساهم في اكتر من 100 هدف مع النادي الاهلي. علي معلول من ابرز اللعيبه الاجانب اللي دخلت مصر في اخر 10 سنين، او يمكن في تاريخ الكره المصريه من ابرز اللعيبه الاجانب اللي دخلت مصر. وهتكلم كمان على لاعب مهم جدا للنادي الاهلي، كريم فؤاد. كريم فؤاد يا جماعه لعيب تحس انه بينزل يلعب بروح النادي الاهلي، لعيب مقاتل في كل كوره، بيحاول على كل كوره، بيجري على كل كوره، بيجري في كل حته في الملعب، لعيب فعلا بروح الفانيلا الحمراء.
بيلعب بروح الفانيلا الحمراء، اهو ده اللي يتقال عليه فعلا خير نموذج لروح الفانيلا الحمراء، كريم فؤاد. مروان عطيه يمكن بدايته مع النادي الاهلي في بدايه السنه دي كان في تذبذب في المستوى، ما كانش مستواه جايب مستوى السنه اللي فاتت، ما كانش جايب حتى 50% من مستوى السنه اللي فاتت، وده اعتقد بسبب قصه وفاه والده كانت لسه مأثره عليه تأثر كبير جدا. ولكن يحسب لمارسيل كولر ثقته في مروان عطيه، يحسب لمارسيل كولر. مروان عطيه ابتدى اساسي في ماتش الاتحاد السعودي برغم من تذبذب مستواه في الفتره اللي قبل ماتش الاتحاد السعودي، لانه كان واثق فيه وانه كان متاكد ان هو اللعيب خامه كويسه وان مروان عطيه راجع لمستواه الطبيعي، فكان بيديله دقايق على الرغم ان هو ما كانش احسن حاجه، كان بيديله دقايق، بيديله يلعب اساسي. كمان روي فيتوريا في المنتخب شفناه كان بيعتمد على مروان عطيه اساسي، لان دوت ثقه في اللعيب، لان هم عارفين ان اللعيب مستواه كويس. كون في تذبذب في المستوى ده مش معناه ان انا اهز ثقه اللعيب في نفسه، فيحسب لمارسيل كولر ان هو كان بيبتدي بمروان عطيه اساسي. مش هينفع نعدي الفيديو ده طبعا من غير ما نتكلم على غلطه مصطفى شوبير. زي ما قلنا غلطه قاتله لمصطفى شوبير، كلنا معترفين. ما ينفعش ابدا ان انت تستنى لغايه المهاجم ما يضغط عليك وان انت بعد كده تفكر تلعب الكره، لازم يكون عندك رد فعل سريع. ولكن يا مصطفى الاخطاء دي هي اللي بتعمل الحراس الكبار. غلطه زي دي قبل كده على فكره وقع فيها محمد الشناوي، يعني محمد الشناوي الحارس الاسطوري للنادي الاهلي وقع في غلطه مشابهه في ماتش بيراميدز تقريبا، سواء ماتش بيراميدز في الدوري وماتش بيراميدز في الكاس، حصلت مرتين لمحمد الشناوي في مباريات بيراميدز. كان في مباراه في الكاس النادي الاهلي متقدم فيها 2-0، وغالبا غلطه برضه زي دي من محمد الشناوي قدر فريق بيراميدز يرجع في نتيجه ويحرز هدف وانتهت المباراه 2-1 للنادي الاهلي. وكمان في مباراه في الدوري برضه غلطه زي دي من محمد الشناوي، كان الاهلي متقدم 2-1 يقدر فريق بيراميدز ان هو يتعادل عن طريق غلطه لمحمد الشناوي. فالغلطات دي يا مصطفى هي اللي بتعمل الحراس الكبار. مش عايز ثقتك بنفسك تهتز، مش عايز ان انت تقول انا مش حارس كبير، لا انت حارس كبير بس محتاج تتعلم، لازم تتعلم من الاخطاء، لازم تحاول ما تكررش الغلط ده تاني وتتعلم منه، اهم حاجه تتعلم منه. ومبروك يا درش السوبر الرابع ليك زي نادي الزمالك. تعالى بقى لوش السعد امام عاشور، ما هو امام عاشور بقى وش السعد مش وش النحس. انتوا عملتوا الموضوع ده قبل كده مع محمود عبد المنعم كهربا لما اول ما جه النادي الاهلي، بس شوف دلوقتي كهربا وصل لفين، وصل معاه 3 برونزيه كاس عالم، معاه 3 دوري ابطال افريقيا، معاه بطولات كتير جدا مع النادي الاهلي، مساهم باهداف اكتر بكتير من اللي مساهم بيها مع نادي الزمالك في الفتره اللي لعب فيها النادي الزمالك، برغم انه لعب مع النادي الاهلي عدد دقائق اقل من الدقائق اللي لعبها مع نادي الزمالك. فشوف كهربا وصل فين، كنت بتقول على كهربا وش النحس، شوف كهربا دلوقتي وصل فين. وزي ان شاء الله ما كهربا وصل لعدد البطولات دي كلها، امام عاشور كمان يوصل لعدد البطولات دي واكتر كمان مع النادي الاهلي. امام عاشور وش السعد. وانا هنا مش هتكلم على مستوى امام عاشور، هتكلم على تصريح امام عاشور التاريخي بعد المباراه. التصريح ده يا جماعه انا مؤيد ليه جدا وانا معاه جدا، انا مش ضد تصريح امام عاشور، لان الصراحه اللي بيحصل في الاعلام المصري مش نقد. انت ممكن تطلع تنتقد لاعب من مستواه زي ما احنا بنطلع نتكلم على مستوى اللاعبين، بنقول بيرسي تاو مثلا كان سيء النهارده، مروان عطيه كان ممتاز النهارده، اتكلمنا على كريم فؤاد، اتكلمنا على غلطه مصطفى شوبير وانه لازم يتعلم منها، بنتكلم على اداء اللاعبين. لكن عمري ابدا ما اقول ده لعيب نحس، ما عمري ابدا ما اقول ده لعيب وشه فقر، عمري ابدا ما اغلط في لعيب. انا ما ينفعش اغلط في لعيب. لكن احنا عندنا الاعلام المصري الهجاص المعروف طبعا اللي بيطلع في قناه معينه وكلنا عارفينها، بيطلع يغلط ويقلل من اللاعبين في شخصهم، ما بيطلعش ينتقد مستوى، بيطلع يقلل من اللاعبين في شخصهم. فطبيعي جدا ان انا واحد بيقلل مني طبيعي اطلع ارد عليه. اصل انت مش بتنتقد، انت لو بتنتقد اشيلك فوق راسي من فوق، من حقك تقول امام عاشور مستواه سيء مع النادي الاهلي، برغم ان كلنا شايفين عكس ده. بس يا سيدي طلعت قلت ان امام عاشور مستواه سيء مع النادي الاهلي، هنقول حقك، ده رايك، برغم ان رايك ده اساسا بيوضح ان انت ما تفهمش اي حاجه في كره القدم. بس يا سيدي ده رايك، راي فني، وراي فني ايا كان سواء احنا معاه او احنا ضده، هو في الاول وفي الاخر هو راي فني ما نقدرش نقول عليه حاجه. ولكن ان انت تطلع تقلل من شخص، تقعد تقول ده وش النحس، تقعد تقول ده نحس على النادي الاهلي، وش فقر على النادي الاهلي، الكلام ده مش نقد يا جماعه. الكلام ده من امتى الكلام ده نقد في الرياضه؟ يعني من امتى الكلام ده نقد؟ الكلام ده عيب في حق الشخص. فكان من حق امام عاشور انه يطلع يقول عليه بني ادم هجاص. امام عاشور طلع قال في شخص معروف انه هجاص اللي كلنا عارفينه طبعا، ولولا سيستم الاهلي كنت رديت عليه. واحب اقول له ان دي اول بطوله ليا مع الاهلي،
وانا واخد تالت العالم. رد طبيعي جدا ورد منطقي. امام عاشور بيدافع عن نفسه ان واحد بيغلط فيه علني على الفضائيات ومحدش بيقول له، والمذيع اللي قاعد معاه في البرنامج ما بيقولوش انت بتعمل ايه، ما بيقولوش ما يصحش كده، ما ينفعش تغلط في شخص. اللاعبين انتقد بس ادائهم الفني لو ادائهم الفني مش عاجبك، ولكن انت بتطلع تسكت له، بتطلع الضيف بيقول كل اللي هو عايزه وانت كمذيع ما بتعملش اي حاجه، ما بتعاقبش على الكلام اللي بيقوله الهجاص. فكان طبيعي جدا ان امام عاشور يطلع يقول ده هجاص. ابسط حاجه يطلع يقول ده هجاص. برافو امام عاشور، برافو امام عاشور على التصريح ده. وفي النهايه مبروك للنادي الاهلي تحقيق بطوله السوبر رقم 14 في تاريخهم. ما تنسوش يا جماعه تدعوا لاخواتنا في فلسطين وربنا يثبت اقدامهم، ربنا ينصرهم على الظالمين. وما تنسوش يا جماعه تصلوا على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. واتمنى لو الفيديو عجبكم تدعموني بلايك بشير. مستني ارائكم في الكومنتات، نتناقش في احداث المباراه. هنقعد يا جماعه 50 يوم بدون ما نشوف النادي الاهلي فتره طويله جدا. واتمنى كمان لو الفيديو عجبكم تدعموني بسبسكرايب لقناه اليوتيوب، بلايك لصفحه الفيسبوك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وشير كتير لو الفيديو عجبكم. السلام عليكم.